الرامات من اكتر القطع المحيرة في عالم البي سي، سواء من ناحية اختيارها او حتى مشاكلها. وفي اغلب مشاكل البي سي بتكون ليها يد فيها، بلو سكرين، بطء وتهنيج، رسائل خطأ غير مفهومة. بقى حتة البتاعة دي تعمل كل ده؟ تسمح لي اصدمك واقول لك ايوه، لانها تعتبر بالبلدي سكرتيرة البروسيسور، وهفهمك ليه. بس الاول اللي ما يعرفنيش، فانا الكمبيوترانجي احمد وحيد، وبقدم محتوى عن عالم البي سي والتجميعات، وبعمل من المحتوى ده اتنين: يا فيديو هدفي الاساسي منه اديك معلومه تفيدك، او فيديو ترفيهي في نفس المجال. فاعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو. لو انت بتتفرج على الفيسبوك فاعمل شير ولايك للفيديو. ما تنساش تخش على التيك توك بتاعي، هتلاقي فوق ال 50 فيديو فيهم حاجات فعلا هتفيدك. وباخد لفه برضو على جروب الكمبيوترانجيه كده على التليجرام، هتتبسط. كل اللينكات تحت في اول كومنت. راندوم اكسس ميموري او ذاكره الوصول العشوائي. وظيفه الرام بكل اختصار ان هي بتحتفظ بجزء من داتا معينه بتكون موجوده على الهارد، وده عشان تسهل على البروسيسور الوصول ليها. وده طبعا لانها اسرع بكتير من اي هارد. اذا كان البروسيسور بياخد 5 ثواني في فتح لعبه او برنامج لاول مره، ففي تاني مره مش هياخد اكتر من ثانيتين ويمكن اقل. وده طبعا على حسب كفاءه الرام وحجمها وترددها وسرعتها. وكل ما زاد حجم الرام كل ما قدرت تحتفظ بداتا اكتر واكتر. وبتتسمى برضو الرام بذاكره التخزين المؤقت بسبب انها بتفقد الداتا المتخزنه فيها بمجرد طفيك للبي سي. مش بتشتغل بنفس آلية الهارد او اي وسائل تخزين تانية اللي بتحتفظ بالداتا بشكل اطول وشبه مش بتفقدها. بالنسبه لانواع الرام فهم اتنين: اس دي ار ودي دي ار. الاس دي ار اختصارها سنجل داتا ريت، فيما معناه القدره على نقل داتا في اتجاه واحد على مدار الدوره الواحده. ايه الكلام الملعبك ده؟ هبسطها. عندك طريق عربيات بس حاره واحده، العربيات اللي بتمشي منها ما ينفعش ترجع منها، فبتضطر تستنى العربيات اللي رايحه تخلص عشان العربيات اللي عايزه ترجع تقدر ترجع من نفس الحاره. وده بيسبب بطء في الاستخدام عاده. طب ايه سبب البطء؟ اللي بيحصل ان الرام وصلت داتا للبروسيسور وخدت منه داتا ورجعت تخزنها. اسمحوا لي بس اقرا الحته دي. وفي الحاله دي البروسيسور بيستنى الداتا تتخزن في الرام، وبعدها الرام تاخد جزء من الداتا وتروح بيها للبروسيسور تاني، والبروسيسور ياخد منها الداتا ويديها غيرها، وهكذا. وهي دي دوره نقل الداتا في اتجاه واحد على مدار الدوره الواحده. وفي نفس الوقت كمان الداتا ليها سرعه محدده بتتنقل بيها، وهنا بيرمز لها بالميجا هرتز. وفي الاجيال القديمه السرعات ما كانتش بتزيد عن 133 ميجا هرتز. فاجمالا الاجهزه اللي كانت بتعتمد على تقنيه السنجل داتا ريت كانت بطيئه مقارنه بالاجهزه اللي كانت في الاجيال اللي بعدها. بس مع السنين الموضوع ده اتحل مع ظهور تقنيه الدبل داتا ريت او الدي دي ار، وهي القدره على نقل الداتا في اتجاهين على مدار الدوره الواحده. فاكر مثال العربيات اللي قلت لك عليه؟ بس بدل ما الطريق بحاره واحده بتستخدم رايح جاي، بقى في حارتين، حاره رايح وحاره جاي. فالرام بقت بتقدر تستقبل داتا من البروسيسور وتبعت له داتا في نفس الوقت، وده بدون بطء بدون تاخير، وبسرعات بتبدا من 200 ميجا هرتز. وكمان بقى في اجيال متعلقه بالموضوع ده. عندك الدي دي ار 1 والدي دي ار 2 والدي دي ار 3 والدي دي ار 4 والدي دي ار 5. وكل جيل بقى فيه تحسينات ملحوظه عن الجيل اللي قبله، سواء من ناحيه السرعات او صرف الطاقه او حتى حجم الداتا اللي بيقدر ينقلها ويحتفظ بيها. عندك اقدمهم اللي هو الدي دي ار 1، وده فضل يستخدم تقريبا من سنه 98 لحد 2003، ودي الترددات اللي كان بيدعمها. واللي بيجي بعديه الجيل الثاني او الدي دي ار 2 اللي فضل مستخدم من 2003 ولحد 2007، ودي برضو الترددات اللي كان بيدعمها. نروح بقى للجيل الثالث اللي هو الدي دي ار 3، واللي بدأ من 2007 وفضل في الخدمه لحد 2014، وبدعمه للترددات دي كمان. الواحد حس ان الارقام دي عبيطه قوي مقارنه بارقام الايام دي. نعمل بقى قفزه بالزمن من 2007 ل 2014 وبدايه ظهور الجيل الرابع الدي دي ار 4، واللي تردداته بتبدا من 1600 لحد 3200 ميجا هرتز، وما زال بيعتمد عليه في الوقت الحالي بدون اي مشاكل. واخر جيل ظهر في 2020 كان الجيل الخامس الدي دي ار 5، واللي قدر يقدم قفزات مهوله من ناحيه سرعات الترددات. وعشان تفرق بين الاجيال دي كلها الموضوع بسيط، بيبقى مكتوب على الرام نفسها هي من انه جيل. بس خد بالك ممكن تلاقي مكتوب عليها دي دي ار وبعدها رقم الجيل، او مكتوب بي سي وبعدها رقم الجيل. وفي برضو بعض رامات مش سالكه مش بيبقى مكتوب عليها اي حاجه، بس في الاغلب دي من الاجيال القديمه. بس كل جيل ليه قطعه او نوتش مكانها مختلف عن الجيل اللي قبله، فهتقدر تميزهم عن بعض. وكل بورد بيبقى مكتوب على الموقع بتاع الشركه المصنعه بتاعتها هي بتدعم انه جيل، وفي بعض بورد بيكون مكتوب عليها هي نفسها الجيل اللي بتدعمه. وما ينفعش تركب رام مثلا دي دي ار 3 مكان دي دي ار 4 او العكس، عشان زي ما قلت مكان النوتش مختلف، وكل جيل ليه عدد سنون مختلف، والكلام ده ينطبق على كل الاجيال. اسمح لي اخدك دلوقتي للتعمق في فهم تردد الرامات بشكل اوضح. زي ما احنا عارفين سرعه الرام بتتقاس بالميجا هرتز، بس الكلام ده غلط. هو مش غلط قطعا، بس هو مفهوم غلط. خلينا نركز على مصطلحين هيدور حواليهم كل الكلام الجاي: الميجا هرتز
MTS او النقل بالميجا في الثانيه الواحده. الميجا هرتز هي سرعه نقل الاشاره او الداتا في الثانيه الواحده، اما الام تي اس فهي حجم الداتا المنقوله في الثانيه الواحده، عشان كده هتلاقيها اختصار لميجا ترانسفير بير سكند. واخد بالك من كلمه ميجا اللي هي وحده قياس او حساب حجم الداتا. وفي برضه جيجا ترانسفير بير سكند بس دي مش مهمه قوي وملهاش استخدام في الرام. هنرجع لبدايه الفيديو وهنفتكر موضوع الاس دي ار والدي دي ار. زي ما قلت في الاول الرامات زمان كانت الداتا بتتنقل فيها بشكل احادي اللي هي الاس دي ار او السنجل داتا ريت سنجل. فلو كان عندنا 100 ميجا داتا فهي بتتنقل بسرعه 100 ميجا هرتز في الثانيه. بس مع ظهور الجيل الجديد اللي هو الدي دي ار او الدبل داتا ريت بقت الرامات تقدر تنقل ضعف حجم الداتا بنفس التردد، بس طبعا كانت الترددات عليت عن الاجيال اللي فاتت. هنا بقى حجم الداتا بقى هو المقياس الرسمي اللي بنقدر نقيس بيه سرعات الرام. انا دماغي لفت يابا. بص، عندنا رام بيقال عنها ان هي بتيجي بتردد 3200 ميجا هرتز، بس هي فعليا ترددها نص الرقم ده 1600 ميجا هرتز. الله، امال ايه 3200 ميجا هرتز ده؟ الرقم ده هو كميه الداتا اللي بتقدر تتنقل بسرعه 1600 ميجا هرتز. بس زي ما قلنا في الاجيال الحديثه من الرامات بقت بتقدر تنقل ضعف حجم الداتا بنفس التردد، فبكده نقدر نتوصل ان الرام اللي بتيجي بتردد 3200 ميجا هرتز بتقدر تنقل 3200 ميجا بايت في الثانيه بسرعه 1600 ميجا هرتز. يبقى المفهوم الصح ان 3200 ام تي اس بتساوي 1600 ميجا هرتز. طب ليه الشركات ما تكتبش التردد الفعلي على الرام بشكل اوضح بدل اللفه دي؟ تجاريا احنا بننساق وراء الارقام الكبيره. ايه تردد 1600 ميجا هرتز ده؟ دي رام تعبانه يا عم. ايه ده؟ رام بتردد 3200 ميجا هرتز؟ والكلام ده بينطبق على رامات الدي دي ار 4 فيما فوق. فكتابه التردد الفعلي على الرام مش هيبقى في صالح الشركات المصنعه. وعشان اثبت لك الموضوع ده عايزك تبص على اي رام دي دي ار 3 هتلاقي مكتوب عليها 12800 10600 8500 6400، واكيد ده مش التردد ولكنه النطاق الترددي او الباند ويدز. وساعات برضو هتلاقي رامات من الدي دي ار 4 او الدي دي ار 5 بيتكتب عليهم الباند ويدز بدل التردد الفعلي، وده جدول بيوضح لك الباند ويدز الخاص بكل تردد من الجيلين. او ابسط حاجه خش على الموقع اللي هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف واكتب الرقم المكتوب على الرام، هيظهر لك هنا التردد الفعلي للرام والباند ويدز بتاعها. اوضح لك بقى النطاق الترددي او الباند ويدز وهوضحه لك بمثال العربيات. برضو احنا عندنا طريق حارتين رايح جاي اللي هي طريقه نقل الداتا رايح جاي على مدار الدوره الواحده، ارسال واستقبال. العربيات مثلا هي الداتا اللي بتتنقل. النطاق الترددي ما هو الا وسع الطريق، فكل ما كان الطريق اوسع كل ما قدر يسع ويستحمل عربيات اكتر والامور تمشي بشكل طبيعي. والمثال ده هيوضح لك اكتر. عندنا رام بتقدر تنقل 3200 ميجا داتا بسرعه 1600 ميجا هرتز. هتحتاج نطاق ترددي قد ايه؟ هتحتاج 25600 ميجا بايت، وبكده تقدر تنقل 25.6 من 10 جيجا بايت، وده الرقم اللي بيوضح وسع الطريق. زي ما قلت قول يا سيدي في 3200 عربيه هيحتاجوا يمشوا في الطريق دفعه واحده. مساحه عرض الطريق ده هتبقى قد ايه؟ هيحتاجوا طريق عرضه 25600 متر مربع او 25 كيلو متر مربع. اتمنى تكون الفكره وصلت لك. طب الباند ويدز بيفرق في الرام؟ بيفرق في حالة استخدام الدول تشانل، وده بيفسر ليه احنا بننصح باستخدام رامتين مش رامة واحدة. رامتين مش رامه واحده، لان بوجود رام كمان انت بتضاعف الباند ويدز، فبيبقى في اريحيه اكتر في توصيل الداتا للبروسيسور، وبتساعد في تقليل التاخير في زمن وصول الداتا. وبيفرق كمان في الرام او الفي رام الخاصه بكروت الشاشه، عشان كده هتلاقي في كروت بحجم الذاكره كبير وادائهم سيء بسبب قله الباند ويدز او النطاق الترددي او وسع الطريق اللي الداتا بتمشي فيه. وطبعا لو بتستخدم كارت شاشه داخلي زي كروت الفيجا 7 والفيجا 11 اللي موجودين في بروسيسورات رايزن لازم تستخدم رامتين، عشان الرامات هنا بتبقى رامات البروسيسور وكارت الشاشه مع بعض، فبتحتاج نطاق ترددي عالي قوي. وعشان لو ما عملتش كده هتهدر قرب ال 25% من اداء الكارت الداخلي. والدول تشانل مش بيفرقوا في اداء الكارت الداخلي بس، لا بيفرقوا كمان في البرامج المتطلبة على موارد الجهاز. فنقدر نقول انك هتقدر تحس بفرق وفعالية الدول تشانل لو انت عندك كارت شاشة داخلي اكتر من الكارت الخارجي، ولو استخدامك عبارة عن برامج متطلبة وتقيلة بالزيادة. اما في الاستخدام العادي فمش هتحس بفرق قوي. عشان تستخدم تقنية الدول تشانل بتركب رامتين بيكونوا نفس التردد ونفس الترتيب ده، من 1 ل 3 او من 2 ل 4، وده لو عندك 4 مداخل رام في البورد. اما لو مدخلين فركبهم على طول وهيشتغلوا بنفس النظام. طب شرحنا الترددات وحجم الداتا،
ذاكرة الرام بتعبر عن ايه؟ اللي هي ال 4 جيجا او ال 8 جيجا او ال 16 جيجا وهكذا. حجم الذاكرة هنا بيعبر عن كمية الداتا اللي تقدر الرام تحتفظ بيها. هي الرام بتنقل داتا منها واليها وكده، بس لازم تحتفظ بجزء من الداتا دي عشان تقدر توصلها بعد كده بشكل اسرع او توصلها للبروسيسور بشكل اسرع. فهتلاقي العاب على الاقل بتحتاج 8 جيجا رام مثلا. بمجرد دخولك على اللعبه بتحجز المساحه اللي هتحتاجها من الرامات او من ذاكره الرامات عشان تقدر تبعت لها الداتا وتحتفظ بيها، ومنها تبعت للبروسيسور وتستقبل منه. نرجع لمثال العربيات تاني. في جراج بيقدر يتسع ل 8000 عربيه، واللي هي هنا بترمز لل 8 جيجا رام او ال 8000 ميجا. فطول الوقت في شركه معينه بتحتاج تحجز مكان لل 8000 عربيه، اللي هي هنا بترمز للعبه اللي بتحاول تشغلها وبتكون متطلبه 8 جيجا رام. وقت ما الشركه بتحتاج تاخد عربيه وبتطلعها على الطريق بتخليها تمشي بسرعه محدده، اللي هي الميجا هرتز او سرعه الرامات اللي بتنقل بيها الداتا للبروسيسور. وكل ما تحتاج تخرج عربيات دفعه واحده، اللي هي كميه الداتا المنقوله في الثانيه واحده واللي رمزها زي ما اتفقنا ام تي اس، هتحتاج عرض طريق اكبر اللي هو الباندويدز او النطاق الترددي. فلو الجراج ده اتملى فوق 8000 عربيه وخلاص مفيش مكان تاني لاي عربيه، يعني اللعبه استخدمت ال 8 جيجا رام كلهم، يعني هنا بيحصل خلل وبيظهر على هيئه تهنيج، او ساعات اللعبه او البرنامج اللي بتستخدمه بيخرج من تلقاء نفسه او بنسميه بيكراش عشان مفيش مكان فاضل تاني يتخزن فيه الداتا بتاعته. طب ايه اللي يخلي اللعبه تستهلك ذاكره الرام كلها؟ الاعدادات الخاصه بيها. في اعدادات بتضغط على الرام بشكل مباشر، وهي في الاغلب الاعدادات المسؤوله عن رندره الحاجات البعيده زي المباني والطرق. فبتقدر تحل الموضوع ده بتقليل الدرو ديستنس في اللعبه اللي انت بتلعبها، بحيث تقلل الضغط على الرام لو هي غير كافيه للعبه. طب لو برنامج بيستهلك الرام كلها هنعمل ايه؟ يا اما بتقلل الشغل اللي بتعمله عليه، فليكن مثلا بتشتغل مونتاج وبتحط افكتات كتير وترانزيشنز وانيميشنز، هتضطر تقللها، او هتزود سعة الرام بسيطة. بس في حاجة بسيطة بتحتاج تاخد بالك منها وانت بتختار الرام المناسبة لجهازك، زي السي ال. ده اللي هو ايه؟ اللي هو سرعة الاستجابة الخاصة بالرام. البروسيسور بيطلب امر محدد من الرام، فهي بتاخد مدة زمنية معينة عشان تبدأ في تنفيذ الطلب ده. فهتلاقي رام مكتوب عليها سي ال 40، سي ال 20، سي ال 16 او 15. لو قدامك حاجة من الارقام دي اختار الرام اللي باقل رقم، عشان كل ما الرقم قل كل ما كان زمن استجابة الرام للامر اسرع، وده بيبان وبيأثر على الشغل التقيل زي المونتاج وغيره. طب ازاي بتعرف الرقم ده؟ لو دخلت على مواصفات اي رام موجودة في اي ستور معروف او على الموقع الرسمي الخاص بالشركه المصنعه للرام، هتلاقي حاجه اسمها التايمنج او التوقيت، وده بيتكون من 4 ارقام في الاغلب، رقمين في رقمين في رقمين في رقمين، وهتلاقي نفس الارقام دي على اي رام هتشوفها. اول رقم ده السي ال او زمن الاستجابه للاوامر زي ما اتفقنا. اما بقيه الارقام فانا شايف ان هي مش تفرق قوي في اختيار الرام وشرحها معقد، سيبك منها. يكفي بس ان اقولك لو هجيب قطعه رام زياده جنب الرامات اللي موجوده عندك، اتاكد انها تكون نفس توقيتهم عشان تضمن توافقهم مع بعض وعدم حدوث خلل، او تتجنب ان هي ممكن ما تشتغلش معاهم اصلا. وكذلك التردد، لما تيجي تزود رام في جهازك على الرام اللي عندك، هات رام تكون بنفس تردد الرام القديمه. طب فرضا جبت رام بتردد اعلى او اقل من الرام القديمه، ايه اللي ممكن يحصل؟ ببساطه لو جايب رام بتردد اقل من تردد الرامات القديمه، الكمبيوتر هيشتغل بالتردد الاقل بتاع الرام الجديده، ولو عملت العكس هيعمل نفس الكلام، هيستخدم تردد الرام القديمه اللي هو اقل. طب انا جبت رام تردد 3200 ميجا هرتز واتفاجئت من ان الجهاز مش مستخدم سرعه الرامات كامله، اعمل ايه؟ بالنسبه للبورد الحديثه فبقى في حاجه في البايوس اسمها اكس ام بي، ودي بتحتاج تفعلها عشان تقدر تاخد سرعات الرامات كامله، ومسمى اكس ام بي ده خاص ببورد انتل. اما بورد اي ام دي فاسمه اكسبو. وعشان تعرف ازاي تفعله فبكل بساطه بتكتب الموديل بتاع البورد على يوتيوب وتكتب جنبه اكس ام بي لو هي بورد انتل، ولو هي بورد اي ام دي بتكتب جنبها اكسبو. بص هي خطوات بسيطه جدا بتعملها عشان تخلي البايوس بتاع البورد يتعرف على التردد الفعلي بتاع الرام. عايزك تعرف كمان ان الاكس ام بي غير كسر السرعه، انت ممكن تكسر سرعه رام ترددها 2933 ميجا هرتز ل 3200 ميجا هرتز، بس الموضوع مش مضمون. اصل انت هنا مش بتستخدم سرعه الرام الفعليه او بتصحح قرايه البايوس ليها، انت بتحاول تاخد سرعات اعلى من اللي الشركه محدداها، ومفيش معيار تقدر تحدد بيه مدى فعالية
فعاليه كسر السرعه او حاجه تضمن نجاحه بيها او انه ما يعملش مشاكل. فخليك في المضمون وما تعملوش، واكتفي بتصحيح قرايه البايوس والتردد وخلاص. طب امتى اجيب رامات بسرعات عاليه او بتردد عالي؟ لو البروسيسور بتاعك من الفئه العليا i7 i9 عشان تقدر تستفاد فعلا بالسرعات وتحس بفرق. ولو انت كملت الفيديو لحد هنا فانا احييك، ومش عايزك تنسى انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. هنرجع بقى ونبص على الرام نفسها، هنلاقي شويه حروف وكلام مكتوب زي دي اي ام ام واي سي سي، والحروف اللي بتيجي بعد التردد، وحرف ال اللي بعد كلمه بي سي اللي بتعرفك الجيل والحاجات دي كلها. ركز معايا وهنعرف معانيهم ايه مع بعض. الدي اي ام ام او اليو دي اي ام ام هي الشرايح الموجوده على جوانب الرام او على جانب واحد فقط، ودي المسؤوله عن تخزين الداتا في الرام. اما الاي سي سي فدي نوعيه رامات بتستخدم في السيرفرات وبعض اجهزه الورك ستيشن، ودي ميزتها ان هي بتقدر تتعرف على الاخطاء والمشاكل اللي ممكن تحصل اثناء الاستخدام وبتعالجها، وده بيتم من خلال شريحه موجوده على جسم الرام، وهي دي اللي بتقدر تعالج الاخطاء اللي ممكن تحصل في بقيه الشرايح، واللي ممكن تسبب خلل في النظام او فقدان الداتا المتخزنه عليها او تلفها. ولتبسيط المعلومه هوضح لك مثال بسيط. انت عندك مثلا الشرايح في الرام بتقرا الداتا على هيئه رقمين 0 و1، وارد شريحه منهم تغلط، بتكون الشريحه اللي قبلها شايفه الداتا برقم 0، والمفروض الشريحه اللي بعدها تشوف الداتا برقم 1. الخلل بيحصل بقى لو شافت الواحد ده 0، فوظيفه شريحه الاي سي سي هي تصحيح الخطا ده. طب ليه ما نعتمدش عليها بشكل اساسي؟ بسبب انها غاليه بشكل او باخر عن نوعيه الرامات العاديه، وغير كده مش كل البروسيسورات بتدعمها. ساعات بقى بيبقى فيه حروف بتيجي بعد التردد بتاع الرام، زي حرف اليو والفي والتي والدبليو. كل حرف منهم بيرمز لتوقيتات معينه ومختلفه للرامات. يعني حرف تي ده بيبقى التوقيت بتاعه، حرف يو ده بيبقى التوقيت بتاعه، حرف في ده بيبقى التوقيت بتاعه، حرف الدبليو ده التوقيت بتاعه. بمعنى ادق، الشركات اختصرت كتابه التوقيت على الرام بحرف، وده عشان تسهل عليك اختيار رام لجهازك تكون متوافقه مع الرام القديمه. واخد بالك من حاجه؟ الرامة اللي بتيجي بحرف يو اسرعهم في الاستجابة للأوامر لأنها CL17، وده جدول بيوضح لك بقية الحروف اللي بتيجي بعد الترددات، والكلام ده خاص بالجيل الرابع أو DDR4 فيما بعدها. إنما DDR3 حروفها تختلف شوية، ولكن برضو بتعبر عن التوقيت الخاص بالرام. وأخيرا حرف L اللي بيجي بعد كلمة بي سي، هو مجرد تغيير في الجهد الكهربي او الفولت اللي الرام بتحتاجه. لما بيبقى مكتوب مثلا بي سي 3 ال يعني الرام بتاخد 1.35 فولت، انما لو مكتوب بي سي 3 عادي فبتاخد 1.50 فولت او 1.5 فولت. فروقات في الفولت تبان عبيطه، بس دي ما تشتغلش مكان دي في اغلب الاحيان. بس فرق الفولتات ده بقى في الجيل الثالث DDR3 بس، ما بقاش موجود في الاجيال الاخيره. الملخص، لو ناوي تشتري رامات حاول تجيبها باقل زمن تاخير اللي هو السي ال. لو ناوي تزود رامات هاتها بنفس تردد وتوقيتات الرام القديمه، مش شرط تجيبها نفس النوع، البراند مش بيفرق في حاجه، اهم حاجه التردد والتوقيتات. وبمناسبه تزويد الرامات، صدقوني مش بيفرق في حاجه لو كانت سعه الرامات القديمه مكفيه استخدامك. بمعنى لو انت استخدامك العاب وشغل ومش بتواجه مشاكل على 8 جيجا رام، لو زودت ل 16 جيجا رام مش هتحس باي فرق، لان مازال استخدامك زي ما هو. انما لو تلعب العاب متطلبه اكتر او ناوي تعمل شغل متطلب اكتر على الرام، هنا التطوير وزياده سعه الرامات بتفرق فعلا. وخد الهنتايه دي على الماشي، حاليا مفيش لعبه متطلبه اكتر من 12 جيجا رام، فلو جبت 16 جيجا رام وانت استخدامك العاب بس فهيكفوا استخدامك وزياده. اما لو بتعمل مونتاج وشغل تقيل وتصميمات وبروجكتات تقيله وكده، هات 32 جيجا رام وهتبقى مرتاح في الشغل. وبكده اكون قدرت اشرح لك معظم الامور اللي تهمك عن الرام. ما تنسانيش تطبع لايك للفيديو واشتراك في القناه، عشان فعلا الواحد بيتعب عشان يقدر يقدم ويعمل محتوى يفيد بيه غيره يليق باللي بيتفرج. فتقديرك البسيط وكومنت حلو منك بيهون علينا التعب ده كله. تلاقي في اول كومنت تحت لينكات لكل اكونتات التيك توك انستجرام فيسبوك، تابعنا عليهم لو حابب. وما تنساش تبص على جروب التليجرام، لان انت فعلا هتستفاد وهتتبسط. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وفولو الكمبيوتر عنجي.